هي سواقة العربية حرام ولا حلال؟ من كام سنة فاتوا كانت سواقة البنات للعربية تعتبر خطيئة. ليه؟ لأن البنت مهمتها في الحياة حاجتين: تبسط جوزها وتجيب منه عيال. وكان في مخيلة الرجل العربي الشرقي الغيور جدا ان الست لما تركب العربية ده هيأثر على المهمتين دول، علشان اهتزاز العربية على الطريق هيوصل البنت للكمال، والكمال لله وحده، والكمال ده اكيد هيبسطها. واحنا ما عندناش ستات تتبسط، هي بتبسط بس. وفي نفس الوقت مجموعة من الاطباء جدا اجمعوا على ان البنت لما تسوق العربية ده فيه خطورة عليه، لانه ممكن يسبب لها عقم وده بيضر بمهمتها الثانيه. واللي كانوا بيلمحوها سايقة العربية بيتهموها في شرفها فورا. كنت نازلة السوبر ماركت والله يا شباب، في كبرتوا الموضوع. المجتمع والرجالة عندهم هوس باثبات شرف البنت لحد ما تتجوز وجوزها بنفسه يثبت براءتها قدام الكل. بس ده ما كانش كفايه قوي، كانوا محتاجين حاجه اقوى تقول ان البنت دي شريفه وهتفضل طول عمرها شريفه. فقرروا ان هم يلغوا البنت كفكره ويختنوها. اصل هو ده اساس المشكله، فنقطع ما يجراش حاجه. والبنت اللي كانت بتفضل من غير ختان ما كانتش بتتجوز. وده يخلينا نسال سؤال من جوه المنهج: والولد بيتجوز ليه؟ الاجابه علشان كبر وبقى راجل وعنده احتياجات. السؤال التاني اللي من بره المنهج: البنت بتتجوز ليه؟ الاجابه بتتجوز علشان تبقى ام طبعا. سؤال بقى من الاجزاء الملغيه: هل البنت عندها احتياجات زي الولد؟ اجابه السؤال ده بتتلغي وتتقص يوم الختان. طب بجد يا جماعه مين لغى السؤال ده؟ جدك الاقطاعي يا سيدي كان غني غناء فاحش، افحش حاجه. وبما ان المال بيجيب الجمال فجدك كان عنده جواري كتير جدا، لكن من كترهم جدك ما كانش بيقدر يقسم نفسه ووقته عليهم. وعلشان يفكوا من وجع الدماغ ده سمع كلام صاحبه الاقطاعي التاني، كان جارهم هو، قال له: انا ختنت الجواري والبهايم بتوعي كمان، اصلها نفعت مع البهايم مش هتنفع مع النسوان. ولان جدك الاقطاعي الله يرحمه كان ودني عمل كده في كل الجواري بتوعه، وفعلا ارتاح من زنهم وخناقاتهم مع بعض عليه، وبقوا يردوا باللي سيدهم بيتفضل بيه عليه. لحد ما في يوم جاريه من الجواري قالت: انا مش مبسوطه وعايزه اتبسط. بالصدفه جدك كان معدي وسمع الكلمتين دول، جابها من شعرها واتهمها بالنشوز والصفور. فالجاريه قالت له: سيب شعري اولا، ثانيا لو عايز تشتمني اتليست ابقى فاهمه بتشتم بايه. فجدك اتعصب جدا وقال لها: عرفتي الانبساط منين؟ حد من الخدم الرعاع قرب لك؟ ايه مش مبسوطه دي؟ ما الجواري كلهم قاعدين مش مبسوطين اهو، عادي هو الجواز كده. فالجاريه قالت له: لا مش كده، وبصراحه بقى انت بتضحك علينا. جدك حس ان ذكورته اتبعترت على ارض السرايا، فامر السياف انه يخلص عليهم كلهم. لا مش كده وبس، ده هينزل السوق يشتري كل البنات الصغيرين علشان يربيهم على ايديه من الاول، علشان ما يحصلش اللي حصل قبل كده. البنات الصغيرين كبروا وخلفوا بنات صغيرين تانيين وحفظوهم كل الاسئله اللي من جوه المنهج، والاجزاء الملغيه قصوها زي ما علموا وقالوا لهم هو الجواز كده. علشان كده بقى في يوم عالمي لرفض ختان الاناث. كل سنه بنأكد ان الختان هو تشويه للاعضاء التناسليه للبنات، ومش هيحمي شرفها على فكره، لان ببساطه اللي عايز يعمل حاجه هيعملها. شرف البنت كلمتها زيها زي الراجل بالظبط. تقدروا تبلغوا خط نجدة الطفل 16000 لو حاسين او شاكين ان الجريمه دي هتتكرر مع بنت تانيه في مصر.